أنا نجلاء، 50 سنة، مطلقة من سنين، وعايشة لوحدي في شقتي الصغيرة. والله العظيم أنا ست تعبت كتير في الحياة، ويا حبايب قلبي قعدت سنين طويلة محدش بيسأل عني ولا بيطمن عليا. جوزي سابني من زمان وأنا قعدت لوحدي أعاني من الوحدة والهم. بصراحة يا جماعة أنا بحس بالوحدة قوي، وعايزة حد يحن عليا، حد يقول لي كلمة طيبة، حد يحسسني إني لسه موجودة في الدنيا دي. أنا ست لسه عندي أمل في الحياة، بس المجتمع قاسي، والست المطلقة لوحدها بتعاني وبتتحمل فوق طاقتها. والله العظيم كنت قاعدة في بيتي كل يوم بستنى حد يطرق بابي ويسأل عني، بس محدش كان بيجي، وكنت فاكرة إن عمري خلص ومفيش أمل تاني. يوم من الأيام أنا كنت واقفة على البلكونة بتتمرجن وأفكر في حالي. بصراحة يا جماعة الجارة اللي تحت اللي اسمها سعاد كانت واقفة على بلكونتها وبتبص عليا بابتسامة غريبة. يا لهوي، سعاد دي ست طيبة قوي، وأنا كنت مبسوطة إني لقيت واحدة بتبص عليا بحنية. بس اللي حصل بعد كده يا حبايب قلبي، سعاد نادت عليا وقالت لي: يا نجلاء تعالي تحت عندي، عايزة أكلمك في موضوع مهم. أنا نزلت، ولما دخلت شقتها لقيت جوزها اللي اسمه أحمد قاعد في الصالون. يا نهار أبيض، أحمد ده كان راجل محترم قوي وشكله وقور، وأنا ما شفتوش قبل كده. أحمد بص عليا باحترام وقال لي: يا نجلاء إحنا ملحوظين عليكي من زمان، وإنك ست واحدة محتاجة دعم. والله العظيم أنا اتفاجأت ومش عارفة أعمل إيه. سعاد قالت لي: ما تزعليش يا نجلاء، أحمد بيحب يساعد الناس، وإحنا عايزين نوقف جنبك. بصراحة يا جماعة أنا كنت مصدومة من الموقف ومش عارفة أتكلم. أحمد قام وقرب مني باحترام وقال لي: يا نجلاء انتي ست فاضلة، واحنا عايزين نساعدك ونخليكي تحسي بالأمان. يا لهوي، أنا حسيت بدموعي تنزل، وحسيت إن في لسه ناس طيبة في الدنيا. بتمنى تعملوا لايك للفيديو ده وما تنسوش الاشتراك، ويلا نكمل مع بعض. أحمد قعد يتكلم معايا بكلام طيب ومحترم وقال لي: يا نجلاء انتي ست تستاهلي كل خير، واحنا هنكون سند ليكي. والله العظيم أنا كنت مبسوطة قوي، وحاسة إن في حد أخيرا بيقدرني ويقدر ظروفي. سعاد قامت وقالت لي: يا نجلاء أنا هسيبكوا تتكلموا براحتكم، وإحنا هنا عشانك. يا حبايب قلبي سعاد خرجت تشغلنا شاي، وسبتني أنا وأحمد في الصالون. أحمد بدأ يتكلم معايا عن الحياة والصبر وقال لي: يا نجلاء انتي ست قوية، وربنا مش هيضيعك أبدا. بصراحة يا جماعة أنا حسيت بأمان وسكينة ما حسيتش بيها من سنين. أحمد قال لي إن هو وسعاد قرروا يساعدوني ماديا ومعنويا، وإنهم يعتبروني زي أختهم الكبيرة. يا لهوي، أنا ما قدرتش أمنع دموعي وقلت له: يا أحمد ربنا يجزيكم خير، أنا منسيش موقفكم ده طول عمري. أحمد ابتسم وقال لي: يا نجلاء ده واجبنا، وانتي أختلنا قبل أي حاجة. بصراحة يا جماعة أنا حسيت إني لقيت أهلي تاني، وحسيت إن الوحدة اللي كنت عايشة فيها بدأت تتلاشى. أحمد قال لي إنهم هيكونوا دايم جنبي، وإنهم مش هيسيبوني لوحدي تاني. استنوا يا حبايب قلبي، اللي جاي أحلى بكتير، بس اعملولي لايك الأول. أحمد قام وقال لي: يا نجلاء عندنا مفاجأة ليكي هتغير حياتك. يا لهوي، أنا كنت مستنية أي حاجة إلا المفاجأة دي.
بصراحة يا جماعة، أحمد قال لي إنهم جهزوا لي شقة جديدة مفروشة بالكامل، وإنهم عايزيني أنتقل عشانه تكون قريبة منهم ويقفوا جنبي في كل حاجة. يا حبايب قلبي، أنا ما صدقت نفسي وقلت له: يا أحمد، انتوا عملتوا معايا حاجة ما عملهاش أهلي. والله العظيم أنا حسيت بفرحة ما توصفش، وحسيت إن ربنا عوضني بعد سنين من التعب والوحدة. أحمد قال لي: يا نجلاء، ده أقل حاجة نعملها ليكي، وانتي تستاهلي كل خير. بصراحة يا جماعة، أنا ما قدرتش أتكلم من الفرحة، ودموعي نزلت تاني، بس دي مرة دمعة فرح مش دمعة حزن. أحمد قال لي إن بكرة هنيجي ناخدك للشقة الجديدة، وإن حياتك هتتغير تماما. يا لهوي، أنا حسيت إني بتولد من جديد، وحسيت إن في أمل لسه في الدنيا. بصراحة يا جماعة، أنا ما توقعتش إن حد يعمل معايا كده في زمن بقينا فيه غرباء عن بعض. واللي حصل بعد كده وما حصلش في الشقة الجديدة وما اكتشفتوش عن سعاد وأحمد، ده اللي هقول عليه في الجزء التاني. استنوا الجزء التاني. قولولي في الكومنتات ايه رأيكم في الموقف ده؟ هل فيه لسه ناس طيبة زي كده؟ واللي حصل بعد كده ما يتوصفش بالكلام خالص. هنزل الجزء التاني بإذن الله، بس عشان خاطركم يا حبايب قلبي عملوا اشتراك وفعلوا الجرس واللايك. ربنا يحليكم ويبارك فيكم.